بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ اخباركم ايه؟ معاكم النسرة. يلا كده يا اهلاويه، عاوزين نوصل ل1000 مرتاح ان شاء الله. بكره في ماتش الاهلي وبتروجيت، نعرف القائمه ونتوقع التشكيل ونتوقع النتيجه مع بعضينا. القائمه اللي واخدها قرار بكره ان شاء الله: شناوي، شوبير، حمزه، خالد، ربيعه، اكرم، جيرارد، مروان، شحات، السولية، قفشه، ندفيد، عاشور، الساعي، احمد رضا، العش، هاني، الدبيس، كوكا، عبد الله، محمد عبد الله، وعبد الكريم وعبد الكريم. دي القائمة اللي بكرة واخدها مستر كولر معاه في ماتش بتروجيت إن شاء الله. ماتش برضه هيكون صعب، مش سهل. بتروجيت برضه فريق السنة دي كويس مش وحش. يعني نتوقع تشكيل مع بعضينا كده. نتوقع تشكيل طبعا. إصابة عمر كمان عبد الواحد طبعا مش هيلحق ماتش بكرة عشان عمر ده حظ وحش مع الأهلي ليه كده. طبعا وسام مش موجود، ولا بن شرقي، ولا الناس المصابة لسه ما رجعتش. بس إن شاء الله بن شرقي وسام يكونوا موجودين في ماتش الإسماعيلي إن شاء الله. أنا ممكن منعوش ماتش المحلة اللي جاي، ويكونوا موجودين في ماتش الإسماعيلي والزمالك إن شاء الله بإذن الله. أتوقع التشكيل مع بعضينا: الشناوي، رامي ربيعة، العش، محمد هاني، كريم الدبيس، قفشة، السولية، مروان عطية، وقدام إمام عاشور وحسين الشحات وجيرارد أشار. ده التشكيل بكرة إن شاء الله. متوقع النادي الأهلي. يا رب بس الأهلي يلعب ماتش كويس بكرة قبل النتيجة، يعني فمتعنا كده زي ما متعنا الماتش اللي فات، واللعبة تلعب لعبة اللي احنا متعودين عليه. بكرة ماتش صعب جدا طبعا. إن شاء الله بإذن الله نكسب، إن شاء الله بإذن الله ما يكونش حاجة وحشة للنادي الأهلي. يعني أتوقع النتيجة إن شاء الله بكرة الأهلي يكسب 2-0 يا 3-0، يا 2-0 يا 3-0 إن شاء الله. جيرارد ده برضه عشان متعنا بكرة زي ما متعنا الماتش اللي فات بتاع مودرن سبورت. فإن شاء الله وسام يرجع بقى والمصابين يرجعوا عشان القوة الآلية تكتمل، ونبقى نلعب واحنا مرتاحين مش خايفين، ويبقى الراجل عنده لعيبة كتيرة يختار منها، عشان محدش عشان بعد كده نعرف نحاسبه. احنا كده هنعرف نحاسب كولر. الأول كولر كان بيقول أنا ما عنديش لعيبة، بس بصراحة الإدارة عاملة معاك أحلى واجب وجابت لك أحلى صفقات. فممكن بكرة يبدأ برضا، ما أعتقدش يبدأ أحمد رضا، ممكن يبقى الديش التاني لو محتاجه. صعب يبدأ بكرة، ممكن يبدأ لسه صعب يبدأ بكرة. أول ماتش ده فريقه بورتو القديم، ممكن تبقى صعبة شوية. فده إن شاء الله بإذن الله توقعنا التشكيل، توقعنا النتيجة. يلا يا أهلاوية، عاوزين نوصل ل1000 مشترك، وإن شاء الله بكرة ميعادنا بعد